بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك لكم شهركم الكريم. نبارك لكم هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، آمين. لا زال الحديث متواصل حول تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من آمن به أو من لم يؤمن به من أمته صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل أن يحقق عليه السلام الأمن والأمان، ويرسل رسالة السلام إلى جميع البشر التي أمر الله عز وجل بها. ها نحن اليوم مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين. كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن تنزل الوحي، ورأوا المعجزات، ورأوا الآيات والبينات، ولذلك كان إيمانهم إيمانا قويا، وكانت أعمالهم أعمال عظيمة فيها من التضحية والمسارعة والمسابقة ما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هذا هو كان الغالب على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المسارعة على الخير والمسابقة إليه. فقل من تجد من يعني يتكاسل أو يتوانى عن عمل الخير. لكن مع هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى لهم، كانت هناك تحصل بعض الأخطاء وبعض الذنوب والمعاصي من بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومن هنا نريد أن نعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المعاصي والذنوب أو مع أصحابها. سنجد هناك الحقيقة نماذج عجيبة وغريبة في تعاملها مع المعاصي. نجد هناك رغبة شديدة في التخلص من هذه الذنوب والمعاصي بأساليب عجيبة وغريبة أيضا تبين لك عظيم الإيمان الذي في قلوبهم. فحين الضعف يقع في المعصية، وبعد الوقوع يستيقظ الإيمان، فتجد الأعاجب أو ما يعني تحار منه العقول إن صح التعبير. في الجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما عطوفا على من وقع في المعصية ثم ندم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام والمؤمنين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية تعني في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بعد مماته. نعم، ولو أنهم إذ ظلموا،
إذ ظرف للحالة الموجودة، وليس ظرف لما يستقبل من الزمان. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حالة ظلمهم أنفسهم، جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله وتابوا إلى الله وعادوا واستغفر لهم الرسول أيضا، لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة كما سوف نشاهد، يستغفر لهم ويطلب من الله تبارك وتعالى لهم العفو. فطلب الاستغفار هو من الله سبحانه وتعالى وليس من أحد. نحن المؤمنون يطلبون العفو والمغفرة ويطلبون محو الذنوب من ربهم سبحانه وتعالى، فليس بينهم وبين ربهم أي واسطة. أما ما يفسره بعض الناس بأن هذه الآية معمول بها في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فبعد الممات من سأل النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة فإن هذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، ولكن تميز صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من فضل وبما آتاه الله عز وجل من تنزل الوحي، فلا يجوز أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى. هذا شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الزنا. نستمع إلى هذا الحوار الجميل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الشاب الذي يريد أن يبيح له النبي صلى الله عليه وسلم الزنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا: مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا قال فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. يا سلام! هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي يرغب في الوقوع في فاحشة الزنا، فتحاور معه وكره إليه هذه المعصية لأنها معصية فساد ومعصية بلاء تنشر الشر بين المجتمع، فيكثر أبناء الزنا وتختلط الأنساب ويعم البلاء ولا يتحقق حكمة الله إذن في الأرض. ولذلك كانت هذه الجريمة، جريمة الزنا، تعتبر هي الجريمة الثالثة أو الرابعة من الموبقات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. هل وقع بعض الصحابة في هذه الفاحشة؟ الجواب: نعم، ولكن انظروا بعد الوقوع كيف تعاملوا مع هذه الفاحشة وكيف كانت توبتهم.
معاشر المشاهدين، إن أحق ما تنطبق عليهم هذه الآيات هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهي في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله في قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وتنطبق عليهم أيضا قوله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لقد مرت بالصحابة بعض المواقف التي يتعجب منها كما أسلفت في بداية اللقاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني لم يجامعها، ولكنه ربما ضم وقبل، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذه له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وفي رواية البخاري: لجميع أمتي كلهم. معاشر المشاهدين، هذا الرجل استزله الشيطان فعمل بعض المحرمات مع إحدى النساء ثم ندم. وهذه المحرمات هي أنه لامس أو ضم أو قبل، ولكنه لم يقع في فاحشة الزنا، فندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا مستغفرا. فاعترض على هذا الأمر عمر بن الخطاب، قالوا: لو سترت نفسك لسترك الله. يعني ما الداعي أنك تأتي يعني تفضح نفسك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته إذا سئل عن شيء لا يعرفه يسكت صلى الله عليه وسلم ويصمت، فلم يرد أي سؤالا حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. فما زال الرجل ينتظر الجواب حتى انصرف. فلما نزل الوحي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، أو ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، لكن نريد أن يزداد هذا الرجل في التوبة فلم يجبه فورا، فكان أنه بعث إليه رجلا فدعاه فأتى، فقرأ عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا معنى أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأن ما دام هو أدرك هذه الصلاة
في بعض الروايات ما دمت قد أدركت معنا هذه الصلاة فإنها تمحو ذنوبك إن شاء الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذه القصة، انظروا إلى أثر هذه المعصية في قلب هذا الرجل، ساقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته يتحدث عن ما فعل، لعل الله عز وجل أن يجده حلا فيتوب ويستغفر منها. ونحن اليوم معاشر المسلمين في شهر رمضان المبارك، شهر التوبة، شهر الاستغفار. ففي هذا الشهر يعني تعظم فيه الأجور والحسنات، ومن تاب إلى الله عز وجل في هذا الشهر ليس كمن تاب في غيره. نعم. وانظروا أيضا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي وقع في المعصية. لم يجد من النبي عليه الصلاة والسلام إلا كل العطف والحنان وكل التعامل الطيب منه عليه الصلاة والسلام، فلم يزجره ولم ينهاه ولم يؤنبه ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام، لم يعنفه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه جاء تائبا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق له هذه البشارة، ما دام أنه قد صلى وأطاع الله وحافظ على هذه الطاعة فإنها تمحو هذه الذنوب والمعاصي بمن الله وكرمه. أما الكبائر مشاهدي الأكارم فلا يخفى على شريف علمكم أنها تحتاج إلى توبة نصوح. فكبائر كالوقوع والعياذ بالله في فاحشة الزنا أو شرب الخمر أو الغيبة أو النميمة أو الشرك بالله أو أكل الربا أو قتل النفس أو التولي يوم الزحف أو قذف المحصنات الغافلات، هذه الكبائر أمثالها تتطلب التوبة النصوح، فإن هذه الأعمال لا تكفرها، وإنها هي ما يحتاج إلى الذنوب إلى أعمال. اللهم إلا الحج يكفر الكبائر والصغائر كما نص بذلك العلماء الأفاضل عليهم رحمة الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحتاط كثيرا في من يعمل عملا يوجب الحد الشرعي، فلا يقيم عليه الحد حتى يتأكد عليه الصلاة والسلام تأكدا جازما لا شك فيه، ثم يقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه القصة العجيبة التي حدثت مع أحد الصحابة رضوان الله عليهم، سأقرأه عليكم كما رواها الأئمة الكبار. عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك. لاحظوا مشاهدي الأكارم أن هذا الصحابي الجليل ماعز رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يرده أيضا 3 مرات. في المرة الرابعة رجع هذا الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: طهرني. ولكن هذه المرة قال له صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ من ماذا أطهرك؟ ماذا فعلت؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الرجل رضي الله عنه وأرضاه
من الزنا والعياذ بالله، من فاحشة الزنا. فسأل قومه، من السائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام: أمجنون هو؟ أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، يعني مش مجنون. فقال صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ يعني هل هو سكران؟ أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنهكه فلم يجد منه ريح، فلم يجد منه ريح خمر. استنهكه يعني شمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيته؟ يعني يتأكد عليه الصلاة والسلام: أزنيته؟ فقال: نعم. الرجل قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلته أو غمزت أو نظرت. يعني ربما تظن أن التقبيل والغمز والنظر بمثابة الزنا. لا لا، ليس هو بمثابة الزنا، هو أقل من ذلك. فلعلك قبلت، لعلك غمزت، هكذا توغل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل من أجل أن لا يقيم عليه الحد بسهولة. لا بد من التأكد. انظروا إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالبشر. قال: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. يعني لم تكن المسألة مجرد تقبيل وغمز، لا، بل هناك أعمق من ذلك، هو الوقوع والعياذ بالله في فاحشة الزنا. فقال: هل أحصنت؟ يعني هل أنت متزوج؟ معك زوجة؟ معك زوجة؟ ربما يكون بكرا، ليس متزوج، فطغت عليه الشهوة ووقع على الزنا، فيختلف حكمه تماما. يختلف حكم المحصن الذي معه زوجة تعفه عن الحرام ثم يقع في الحرام، يختلف تماما، أن هذا مفسد. الذي عنده زوجة ويذهب إلى الحرام هذا مفسد. كذلك الذي ليست عنده زوجة ويقع في الحرام أيضا هو جزء من الفساد، ولكنه أقل بكثير من الأول. فقال الرجل: نعم. قال الرجل: نعم، يعني أنه متزوج. فعند ذلك أمر صلى الله عليه وسلم برجمه. قال الراوي: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له. انظروا سبحان الله إلى إيمان ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأقواه أو أرضاه. هذا الإيمان القوي جعله يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفاحشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه فرصة 3 مرات أن يذهب ويتوب بينه وبين الله، ولا يعرض حياته ونفسه للخطر أو للموت. ومع ذلك كان شدة الإيمان وقوة التقوى والرغبة في التطهر أقوى من أنه يذهب ويعني يكتفي بمجرد التوبة. معاشر المشاهدين، الفرق بين هذا وهذا، يعني لو سأل سائل: لماذا هذا الرجل لم يقبل التوبة؟ لماذا لم يقبل؟ لماذا أراد أن يقام عليه الحد الرجم ويرمى بالحجارة حتى الموت؟ لماذا؟ الجواب: لأن وقوع الحد عليه مغفرة 100%، مغفرة وطهارة 100% لا شك فيها. فإن من قام عليه الحد في هذا الزمن، قام عليه الحد وهو في هذه الدنيا، فلا يقام عليه العذاب إذن في الآخرة 100%، يسقط عنه تماما. لكن التوبة ربما يقبلها الله، ربما ما يقبلها، حشاه أن لا يقبل سبحانه وتعالى، ولكنها في ذلك هي في علم الغيب، هي في علم الغيب. يظل الإنسان قلق جدا وليس عنده ما يخبره أن الله تاب عليه وقبل توبته. من هنا كان هذا الرجل ماعز ابن مالك آثر أن يقام عليه الحد فيرجم. يا ترى كيف رجم وبماذا رجموه الصحابة؟ سنشاهد ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا. قال: فانطلقنا به
إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له. يعني لما جاءوا يقيمون عليه الحد ما احتاج أن يربطوه، لأنه هو الذي جاد بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، ولا احتاج أيضا أن يحفروا له حتى يعني لا يتمكن من الهروب، لأنه هو الذي جاد بنفسه. وبقيع الغرقد تعرفونه بقيع قريب من المسجد النبوي الشريف على مسافة 500 متر تقريبا باتجاه شرق المدينة. فبدأ الصحابة يرمونه، يقول فبدأنا فرميناه بالعظم والمدر والخزف. وهنا دليل على أنه لا يشترط الرمي أن يكون بالحجارة فقط، ارميه بأي شيء. وبدأ يرجم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه جراء معصية الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. ويطبقون الصحابة رضوان الله عليهم أمر الله تبارك وتعالى على ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فاشتد، يعني هرب من شدة الآلام الحجارة ما استطاع أن يتحمل، فاشتد يعني هرب. واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا. انظروا، يعني من شدة آلام الضرب عليه هرب رضي الله عنه وأرضاه، أو لا نقول هرب وإنما خلينا نقول تقدم قليلا حتى يخفف من الآلام، حتى وصل إلى منطقة تسمى بالحرة. هذه منطقة كلها حجارة شبه صلبة أو حجارة صخرية، لأنها حجارة الحرة هي آثار البراكين التي كانت قبل 5000 سنة تقريبا في الأرض. فلما وصل عندها الصحابة بدأوا يرجمونه بعد أن انتصب يعني وقف يتحمل ضربات الصحابة رضوان الله عليه. قال فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى مات. فرميناه بجلاميد الحرة. الجلاميد هي حجارة الحرة، الحجارة الصلبة الصخرية، حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. نعم، انظروا، يعني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أنه فر بسبب الآلام الشديدة التي أصابته من رمي تلك المدر والعظم والخزف. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته. هذا كان إحدى الأقوال بين الصحابة، هلك يعني مات، أحاطت به خطيئته بسبب هذه المعصية هلك، وبسبب هذه المعصية يعني والعياذ بالله يعني أخذ عقوبة مؤلمة. وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، يعني لا توجد توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة. من يفعل هذا اليوم يا أخواني؟ من يفعل هذا اليوم؟ من وقع في فاحشة الزنا، فمن الذي يذهب إلى المحكمة ويقول لهم طهروني من فاحشة الزنا، أنا فعلت كذا؟ من يفعل اليوم؟ من لديه إيمان مثل إيمان ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ من الذي عنده استعداد يجود بنفسه وروحه ويتحمل ضرب الحجارة أمام الناس؟ يعني فضيحة، وفي نفس الوقت آلام شديدة، فضيحة عليه وعلى قومه، فضيحة على جيرانه، فضيحة على أصحابه فضيحة شيء. من الذي يتحمل مثل هذا؟ انظروا إلى هذا الرجل العظيم ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه،
انظروا إلى حينما يقع المؤمن في المعصية كيف يتوب منها توبة نصوحة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم عليهم ثم جلس. يعني الصحابة كانوا يتكلمون في ماعز، حادثة اهتزت لها المدينة المنورة، رجل يعني يجود بنفسه هكذا من أجل معصية، ليست هناك توبة، ليس هناك ستر. نعم. فأخذوا يتفاوضون ويتحدثون، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، لماعز بن مالك غفر الله له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يأتيهم الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. انظروا إلى مقدار وعظم توبة ماعز بن مالك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تاب إلى الله وندم واستغفر، لدرجة أن مقدار هذه التوبة لا تكفيه هو فقط لوحده، بل لو قسمت على أمة الله أعلم بتعدادهم، الله أعلم بتعدادهم لأنها جاءت هكذا نكرة، فلو وسعتهم معناها أنها توبة عظيمة جدا تفي ربما الملايين من البشر. هكذا كان الصحابة يتعاملون ما إذا وقعوا في المعصية، وكانوا بشر يقعون في المعصية، ولكن كان هذا تعاملهم في إقبالهم على الله وتوبتهم واستغفارهم. حديث آخر وموقف أعجب، حديث آخر وموقف أعجب، حتى لا يقال هل التائبين فقط هم الرجال؟ هل فقط يعني جانب التوبة تكون فقط من الرجل؟ يعني هنا سبحان الله ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اعترف بوقوع الزنا، لكن لم يذكر ماذا مع من وقع، من هي المرأة التي وقع معها الفاحشة. انظروا إلى هذا الدين العظيم، يعني يسعى دائما إلى الستر، إلى الستر. لم تكن هناك يعني دواعي لتفتيش عن تلك المرأة التي وقع معها ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو يتكلم عن نفسه، وقع في الزنا وأقر 4 مرات فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما تلك المرأة التي وقع بها، هل هي كانت راضية، هل هي كانت مكرهة، لم يحصل هنا النقاش، لأن الدين العظيم يا معاشر المسلمين يبحث عن الستر. ولذلك فاحشة الزنا جعل الله عز وجل في تحديدها وفي التأكيد عليها شرع الله أن يأتي الشهود أو أن يأتي من يريد أن يوقع الفاحشة ب4 شهداء، 4 شهداء يشهدون بأن الرجل فعل الفاحشة وأنهم رأوا ذاك في ذاك، وأنهم رأوا ذاك في ذاك رأي العين. وهذا لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل، ولم يحصل كما أخبرنا بذلك مشايخنا وأساتذتنا أن حادثة الإشهاد على وقوع الزنا من شخص ما لم تسجل في التاريخ قاطبة إلا يعني من 3 إلى 4 إلى 5 حوادث فقط لا غير، لأنه لا يمكن أن يتأتى بمثل هذا. يكون حتى تأتي أنت بالشاهد الأول والثاني ثم الرابع يكون هذا الرجل قد انتهى، فإذا قام منها لم يجوز لك أن تقول أنه كان يفعل الفاحشة فبالتالي كذا، لا بد أن يرى هؤلاء ال4. من هنا جعل الله عز وجل يعني الضبط فاحشة الزنا بالشهود صعبة، وهذا كله من أجل الستر على من وقع في هذه الفاحشة. ولذلك لا تجد إلا من أتى مثل ماعز بن مالك واعترف بنفسه. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى نعم بهذه الأمة العظيمة. كنا نقول هل وقع هذا أيضا من النساء؟ انظروا إلى هذا الحديث العظيم.
قال: لا يزال الحديث متواصلا: ثم جاءته امرأة من غامد، يعني غامدية رضي الله عنها وارضاها، من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني أو تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فقال: أنت، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام: أنت، يعني هل أنت حقا حبلى من الزنا؟ زنيت فأصبحت حامل والعياذ بالله سفاحا؟ فقالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، يعني اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. الله أعلم هل هي جاءت في بداية الحمل أم في وسطه، ولكن يبدو بأن من خلال مناقشة النبي عليه الصلاة والسلام لها أنه في بداية الحمل، وتعرفه النساء لأنه لم يكن ظاهرا على جسدها، والله تعالى أعلم. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. كفلها يعني قام برعايتها، لأنها حقيقة مصيبة أن تأتي المرأة وتفضح نفسها وتفضح قومها، وبلاء عظيم، نسأل الله العافية والسلامة، بلاء عظيم. لكن حينما يكون الإيمان أعلى منه فتأتي وتجود بنفسها، ولا يهمها بعد ذلك ما يحصل، إنما كل ما همها هو أن تنجو من عقاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فأين هذا من أولئك النساء اللاتي يقعن في الزنا ليلا ونهارا دون مخافة الله سبحانه وتعالى، ولا خشيته، ولا الندم من هذه الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى هذه المرأة، فكفلها رجل، يعني أخذها ليرعاها حتى تضع. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأتت يعني هي، فقال: قد وضعت الغامدية، عفوا، يعني جاء الأنصاري فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. انظروا إلى رحمة هذا النبي العظيم، قال: لا نرجمها، يعني ما نقتلها ما دام عندها طفل، وهذا الطفل يحتاج من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. وفي رواية أخرى أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل هذا الطفل المولود من الزنا، وقد حمل في يده، يعني يقال أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الولادة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اذهبي فافطميه، يعني أرضعيه حتى يفطم، يعني حتى يأكل الطعام وينفطم من اللبن. فذهبت هذه المرأة وغابت فترة ربما حولين كاملين، وكان بإمكانها أن تهرب وأن تخرج من المدينة وتذهب إلى أي منطقة أخرى وتتوب بينها وبين الله، ولكن لا يزال الإيمان بالله سبحانه وتعالى وآلام هذه المعصية يؤرقها حتى يطهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت ومعها الطفل، فقد فطم، فقالت له: هذا في يده الكسرى يا رسول الله، قد فطم وأصبح يأكل الخبز والطعام. فحين ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها، فرجمت رضي الله عنها وأرضاها.
وهنا يتبين لنا أيضا أن هذا نموذج عجيب من نساء الصحابيات اللاتي وقعن في مثل هذه الكبائر ثم تبنى توبة نصوحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة: لو قسمت توبتها على صاحب مكسن لوسعته. ونهى الصحابة عن سبها لأنها جادت أيضا بروحها توبة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لمغفرته. نعم، الله المستعان، الله المستعان. من تعامله صلى الله عليه وسلم مع العصاة كان عليه الصلاة والسلام يترك الاستفسار عن ماهية الذنب الذي ارتكبه العاصي طلبا للستر. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عنه، يعني لم يسأل ما هذا هو الحد، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم اتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. يعني هذا الراوي يقول: وأنا أيضا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمع الرد. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. انظروا يا معاشر المشاهدين رغبة الصحابة في التوبة، رغبتهم وحرصهم على أن يغفر الله عز وجل لهم، وحرصهم بأنهم يتخلصوا من آثار هذه الذنوب في الدنيا قبل أن يموتوا ويسألون يوم القيامة، فربما تقبل توبتهم ربما لا تقبل. فبالتالي هنا أضمن لهم. انظروا إلى هذا الإيمان العظيم. هل سمعتم بهذا في إحدى الأمم؟ هل سمعتم بمثل هذا فيما سبقنا؟ لذلك الصحابة خير من طلعت عليهم الشمس رضي الله عنهم وأرضاهم. في التوبة هم قمة، في الجهاد هم قمة، في الصدقة هم قمة، فمن الذي يسبقهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عن الصحابة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهنا العلماء تكلموا عن هذا الحديث: هل كان هذا الرجل قد أصاب حدا فعلا، أو هو ظن أنه حد من حدود الله تبارك وتعالى، وإنما هو ذنب من الذنوب العادية التي تكفرها الصلاة ويكفرها الوضوء. فتبين أنه لو كان هذا حد من حدود الله لم وسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم عليه الحد، ولكن من شدة آثار هذه المعصية ظن هذا الصحابي الجليل أن هذا حدا يوجب العقوبة في الدنيا. نعم. فاختار أن يشرح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألست قد توضأت؟
ألست قد صليت معنا؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك ذنبك. وطبعا هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن الله قد غفر له ذنبه، فهنيئا له بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. وهكذا هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في من وقع في الحرام، وخصوصا في الصغائر، أنه يبادر على الأعمال الصالحة، فإنها بلا شك تكفر الأعمال السيئة. وهذا أيضا كما سمعنا ليس خاصا بالصحابة الكرام، بل هو عامة إلى قيام الساعة. فمن وقع في الحرام فليتبعه بالحلال وبالعمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وهناك قصة أخرى عجيبة أيضا تبين أن المعصية تقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم بشر، نزل عليهم القرآن، وفي معهم من الشهوات ومن الرغبات ما توقعهم. هناك شيطان أيضا يعني يدعوهم إلى ويستزلهم، فهم بشر مثلنا يقعون. انظروا إلى هذه القصة العجيبة، ما تتوقع أن تحصل من الصحابة رضوان الله عليهم. قال عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها والعياذ بالله، فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. وهذه قصة يعني معناته اغتصاب، هذا يسمى في زمننا هذا اغتصاب، لأن هي مكرهة وهو فعل فاحشة بها، وهي أيضا تمشي إلى الصلاة، أثناء مشيها إلى الصلاة وقع بها هذا الرجل. فذهب الرجل في طلبه، يعني لما جاء رجل آخر فقالت له هذا كلام، فذهب يبحث عنه. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ها هو هذا. انظروا إلى هذه المصيبة أيضا، الرجل الذي وقع بها الرجل الآخر الذي ذهب في طلبه أمسكوا به الصحابة ظنا منه أنه هو هذا الذي فعل بها الفاحشة. المصيبة ليست هنا، مصيبة لما جاءوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لها للمرأة هل هذا هو؟ قالت نعم هو هذا. فقال الرجل أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر، يعني مش أنا اللي سويت الفاحشة. انظروا إلى هذا الموقف العصيب. وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، وأخبر يعني الصحابة المهاجرين أخبروه أنه يشتد، نعم هو كان يشتد يبحث ذاك الرجل المجرم الذي وقع في هذه الفاحشة. فقال إنما كنت أغيثها على صاحبها، فقال إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني. فقالت المرأة كذب، هو الذي وقع علي، نسأل الله العافية والسلامة، أعوذ بالله. فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. لا إله إلا الله. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليرجمه قام صاحبها الذي وقع بها غصبا قال يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسنا، فقيل يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
شرح هذا الحديث سيكون معنا في الأسبوع القادم لنسمع كلام أهل العلم لماذا لم يرجم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجم الرجل الأول الذي كان يريد أن يغيثها قبل أن يتبين كيف ذلك كله. ستتابع معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يحيينا إلى ذلك الوقت، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك عليكم رمضان مرة أخرى، ونسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم.